السلام عليكم. هنعمل النهاردة وصفة باللحمة المفرومة سهلة جدا وبسيطة وخروج عن المعتاد، وهي الكفتة الاسكتلندي بالبيض. جميلة جدا، ان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسيش تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان توصلك كل وصفاتي. عندي هنا بيض على عدد افراد الاسرة او الكمية اللي انت هتعمليها. هبدأ ان انا اسلقه، وعندي ملح وفلفل وبهارات وبصلاية وسط وشوية من البقدونس وحوالي 400 جرام من اللحمة المفرومة وبيضة نية. في الكبة هحط البصل بتاعي عشان اضربه يبقى ناعم معايا. لو انت مش هتستخدمي الكبة تقدري تبشريه بالمبشرة على الجنب الناعم. اول ما يتبشر معاكي او ينعم كده هبدأ انزل عليه باللحمة المفرومة. هنضرب اللحمة تاني عشان انا عايزاها ناعمة جدا ويبقى فيها خيوط تكون الخيوط بتاعتها، وتبقى مسبغة كده معايا. هحط اللحمة واحط معاها البقدونس وهبدأ ان انا اضربهم كلهم مع بعض. لو انت مش هتستخدمي الكبة في الخطوة دي برضو هتقدري ان انت تفضلي تعجني في اللحمة مع البصل كويس جدا لحد ما تبدأ انها تعمل خيوط معاكي، انت هتحسي بيها في ايدك. شايفة نعمت ازاي تحت في الكبة باينة؟ هي دي النوعية اللي انا عايزاها. هضيف عليها البيضة واحط عليها التوابل، تظبطي التوابل بتاعتك زي ما انت عايزة، وهضربهم تاني مع بعض في الكبة لحد ما كلهم يمتزجوا مع بعض وتنعم معايا. الصفراية شكلها جميلة وهي بتتضرب. بس كده خلاص تمام، بقت ناعمة معايا. شايفة النعومية بتاعتها عاملة ازاي؟ هو ده اللي انا عايزاه تماما، هي دي الخيوط اللي انا بكلمك عليها. عندي هنا البيض خلاص اتسلق، هبدأ ان انا ابدره في الدقيق. تقدر تستغني عن الخطوة دي لو انت مش عايزة تحطي في الدقيق، بس هو بيخليه يمسك كويس في اللحمة وهي ملفوفة حواليها رول. بس كده خلاص. هجيب بقى الستريتش راب يكون صحي وبينفع مع الحرارة، وهبدأ ان انا افرد عليه العجين بتاعي. هنا بقى هقولك طريقة في ناس بتعملها، لو انت حابة تعمليها او لو هتسهل عليكي، ان هما بيلفوا اللحمة حوالين البيضة على طول ويقلوها في بيض وبقسماط. بس انا مش بحب الخطوة دي، بحس ان اللحمة ما اخدتش سوا كويس. فانا دايما بعملها بالطريقة دي، بعملها كلها على بعضها رول واحد وابدأ ان انا اقطعه. انما لو انت عايزاه تعمليها كور كور، يعني كل شخص يتحط قدامه مثلا العدد الكور اللي انت هتعمليه، تقدري تعملي الخطوة دي. بس ساعتها لو انت هتسلقيها زي ما انا هعملها هتقعدي تلفي كل كورة لوحدها بالاسترتش وكده. فشوفي معايا بقية الطريقة هتكون عاملة ازاي. هبدأ الفها كده بالاسترتش راب وافضل اعمل لها زي العجلة كده عشان ايه كلها تبقى كلها سوا واحد. وهربطها وهلفها. لو عندك بقى فويل كمان اروح لفاها في الفويل كمان علشان يبقى محكم الاغلاق عليها، بس انا ما كانش عندي فويل فرحت لفاها في استرتش راب تاني. وهكون مجهزة بقى مية بتغلي على النار علشان هبدأ احطها في حمام مائي سخن، ومولعة الفرن على درجة حرارة 180 تحت بس من غير الشواية. لفتها هنا في الاسترتش التاني عشان تبقى مقفول عليها كويس عشان ما يخشهاش اي مية وقت التسوية. الطريقة دي احلى بكتير وطعمها ألذ بكتير من اللي بتتقلى على طول من غير ما تاخد تسوية في الفرن. خلاص بقى جاهز معايا. هحطه في قارب بقى كده، او في اي صينيه عندك، واحط عليه ميه سخنه. لازم الميه تبقى سخنه عشان ما ياخدش وقت كتير في النار جوه، لانه هندخله الفرن على درجه الحراره زي ما قلت لك 180 لمده نص ساعه. هنا بعد ما استوى خلاص وطلع وسبته برد شويه، هنا بقى تقدري تاكليه كده عادي. هو كده خلاص كده استوى. بس هنقليه في بيض وبقسماط برضو يديله شكل كده ولونه يبقى كريسبي كده من بره. ويفضل ان انت تقليه ببقسماط ناعم. انا كان عندي خلطة الكريسبي قليت فيها، بس البقسماط الناعم هيبقى افضل. لفيته كده في البيض ولفيته في خلطة الكريسبي. وسخنت القلاية بتاعتي على التسخين المسبق 3 دقايق على درجة حرارة 200. واول ما خلصت حطيتها فيها كده ورشيت عليها إيه، 2 رشتين من الزيت. 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 2 ر
وهنا خلاص بعد ما خدت اللون بتاعها. جميلة جدا وسهلة وما بتاخدش حاجة، وطعمها بجد مختلفة جدا ولذيذة، مختلفة عن الكفتة، ومختلفة عن ال اي مشويات بتعمليها او اي طريقة باللحمة المفرومة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. اعملي جنبها بقى مكرونة، انا عملت جنبها مكرونة وسلطة وطحينة وكده. قدمي جنبها اللي انت عايزاه. لو شفتوا الفيديو للاخر شكرا ليكم، وما تنسوش تحطوا لي لايك وتقولوا بتشوفوني منين. بس خلاص.